اسمي مريم وعمري 25 سنة. أنا شخص فضولي كتير وبحب اكتشف الأشياء الغريبة، وللأسف هاد كان أكتر شي ندمت عليه بكل حياتي. كل صيفية بنروح أنا وعيلتي لبيت ستي بالضيعة، ومثل العادة إجت الصيفية وقررت سافر. وفي ليلة كان مطر كتير قوي وصوت الرعد بيخوف. كنت قاعدة بملل كتير لأنه الشبكة ضعيفة وما في نت أتسلى فيه. فجأة بلمح جهاز كمبيوتر قديم كتير، ما بعرف لمين كان، بس فضولي خلاني روح وحاول اكتشف إذا بيشتغل لولا، وما كنت بعرف إنه هالشي رح يكون سبب لدمار حياتي. ضليت عم حاول شغله وما رضي يشتغل معي، ولما زهقت فجأة اشتغل وطلع ضوء كتير قوي. من الصدمة كان بدي اطفيه دغري، بس طلعت لي كتابات غريبة، ومن فضولي للمرة الثانية وغبائي بديت اني اقراها وما كنت فاهم شو مكتوب، وبلحظة طلع لي بدء اللعبة. انبسطت وقتها كتير وقلت يا سلام، واخيرا لقيت شيء اتسلى فيه. والأضرب من هيك كنت لحالي بالغرفة وما حدا. دخلت اللعبة وكل شيء كان تمام، لقيت حالي بغابة وقدامي بيت مهجور لازم فوت عليه، ولحد هداك الوقت كان كل شيء تمام عادي، ما هي لعبة رعب، وكان هذا أفضل نوع عندي. وأنا في طريقي لهداك البيت عم حس حالي شوي كأني اندمجت، صرت كأني داخل اللعبة وكأني عم بمشي حقيقي لهداك البيت، ما عاد حسيت بشي وكأني صرت جزء من اللعبة. دخلت لهداك البيت المهجور ولقيت حالي بغرفة كلها ظلام، والحيطان فيها ريحة كتير بشعة. أنا كيف عم شم هديك الريحة ما بعرف، أنا عم ألعب بس على الكمبيوتر، بس مو قدراني أفكر أو حتى إني أفهم كيف هيك عم يصير معي. فجأة صرت أسمع أصوات مخيفة، وصوت الهواء والشبابيك عم تتخبى، وفي صوت عم يحمس باسمي، مريم مريم. أنا هون انشليت، صرت أركض بدي أطلع من هداك البيت. لا، أنا كان بدي أطلع من اللعبة، كان بدي وقفها، بس مو قدراني لأني ما عم شوف حالي عم ألعب، أنا عم شوف حالي جواتها للعبة، يعني أنا صرت اللعبة. وأنا عم أركض لأطلع بشوف ممر كتير كبير وبيخوف، والمطر عم يقوى ويقوى والأصوات عم تلحقني، بس ضليت أركض لحتى شفت ضوء كتير بعيد بيطفى وبيشتغل. شو عم يصير معي مو فهمانة أي شي، بس بدي أفهم. تعبت كتير من الركض، وقفت لأخذ نفس، فجأة بشوف شي عم يلمع بالأرض، انحنيت ولمسته، وهون كأني مسكت شريط كهرباء. صرت عم صرخ من الألم وانشليت بمكاني، ما عاد فيني اتحرك. فجأة بسمع صوت بإذني عم يحمس، شو جابك لهون؟ ليش فتي على عالمنا؟ شو بدك؟ ما بكفي اللي عمله جدك. هون أنا انصعقت، ما فيني لا صرخ ولا أركض ولا أعمل أي شيء. ضليت هيك لحتى صار كل شيء عتمة، وأنا ما عم شوف شيء ولا عم اسمع أي شيء. بعدين بعرف إنه أنا غبت عن الوعي، لأنه لما فتحت عيوني بلاقي كل العيلة فوق راسي. شو صار؟ كيف صار؟ يا ترى أنا عم أحلم ولا شو؟ يمكن هذا حلم. تساؤلات كتير عم تجي في بالي، لكن تأكدت إنه مو حلم لما قالت لي ستي، مين قالك تفتحي كمبيوتر جدك؟ أنا هون انصعقت، صرت صرخ والكل عم يهديني، والدكتور عطاني إبرة مهدئ. بعد أيام صرت صلي وأحمد الله لأنه أنا طلعت من اللي صار لي، وصرت عم أقنع حالي إنه مجرد هلوسات وبس، ويا ريت ضلت على هيك، لأنه كل يوم وكل ليلة صرت أسمع أصوات، ونفس الأصوات من لما كان عمري 20 سنة. اكتشفت بعدين انه جدي كان بيشتغل بالسحر والشعوذة، وانه جهاز الكمبيوتر كان بيكتب فيه كل الطلاسيم والاشياء اللي متعلقة بالسحر، وانه الكتابات اللي انا قريتها من اول ما شغلت الكمبيوتر كانت طلاسيم لدخول عالم الجن. وهيك صار معي، كل ليلة ما عم شوف النوم، نفس الاصوات بتحمس لي، شو بدك منا؟ ليش تدخلي عالمنا؟ جدك جدك جدك، هيك همسات بتخوف كل ليلة. ما عدقت طعم النوم، والماما كل يوم بتقرأ لي قرآن، بس كأنه الأمر صعب اطلع منه. كنت يائسة كتير وندمت على اليوم اللي قررت فيه ألعب بالكمبيوتر. يوم إجا البابا وجاب معه شيخ معروف كتير، وهذا الشيخ لما سمع قصتي قرر يساعدني. سألني كتير أسئلة وحكيت له القصة من أولها لآخرها. قال لي الحل بجهاز الكمبيوتر، لازم نشوفه وأعرف شو هي الطلاسيم. سافرت أنا والبابا والشيخ للضيعة ورحنا لبيت ستي، وصار الشيخ عم يسأل ستي إنه ليش جده كان بيشتغل بهالشي. قالت له ستي إنه هو كان مهووس بعلم السحر وفضولي، وهون عرفت من وين جبت أنا هالفضول الزايد مع الأسف. المهم أخذ الشيخ جهاز الكمبيوتر وشغله، وأنا هون من خوفي من اللي صار معي ما قدرت فتح عيوني، بس الشيخ وهو عم يشغله عم يقرأ قرآن بنفس الوقت. بعدين بيحكي لنا إنه نطلع ونتركه لحاله.
بعد ساعات طلع الشيخ وقال إنه هي الطلاسيم للسحر الأسود، وإنه لفكه لازم نلاقي كتاب يلي فيه أساس هالشي كله. فبتحكي لنا ستي إنه صح، جدي كان معه كتاب لما كان عم يموت خبرهم يدفنوه بمكان معين، وهون قال الشيخ إنه هالكتاب لازم نلاقيه ونحرقه بمية القرآن، وهيك رح يتحرر الجن من السحر الأسود ورح أتحرر أنا من كل يلي عم يصير معي. عمي هو الشخص الوحيد اللي كان بيعرف مكان الدفتر، فراح البابا وجابه وراحوا هو وياه والشيخ للمكان يلي فيه الدفتر. طلعوا الدفتر من المكان المدفون فيه وحرقوه بمية القرآن. وهون أنا كأنه في شي غريب عم يصير معي، ضليت صرخ والشيخ عم يقرأ لحتى غبت عن الوعي. لما فتحت عيوني لقيت أمي وكل عائلتي عم يقولوا لي الحمد لله على سلامتك، والشيخ حكالي إنه خلصت من هالمصيبة فضل الله سبحانه. وأنا هون من الفرحة ضليت عم أبكي وأحمد الله على كل شيء، حتى إنه عملنا صدقات ولحد اليوم مستحيل أنسى فضل الشيخ المحترم علي. عم شارككم قصتي لتعرفوا إنه الفضول أحيانا، أو بقول الأصح غالبا، ما بتكون نهايته خير. هذا العالم موجود حقيقي ودخوله سهل، بس الخروج منه أصعب شيء. أبدا لا تحاولوا تلعبوا بهيك أشياء لأنه العواقب راح تكون وخيمة. وبس هي كانت قصتي، بتمنى تكونوا أخذتوا درس مثل ما أنا أخذته، وادعوا لي أتخطى الأمر. صح كل شي انتهى بس لسه الأمر ما عم يطلع من راسي، والحمد لله على كل حال. لا تنسوا أصدقائي تصلوا على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم.